بما إننا في شهر مايو وده الشهر العالمي للقصة القصيرة، فخلوني أقول لكم على كام عمل عجبني وإيه بعض الحاجات اللي ممكن تكون ما عجبتنيش فيهم. أمي العزيزة ما الأمر دي مجموعة قصص أو متتالية قصصية إيرانية بتتكلم عن عيلة، الأطفال هم اللي بيتكلموا، بتتكلم عن الفقر وقد إيه هو صعب وقد إيه ممكن يلتهم الطفولة ويقتل كل حاجة جميلة. العيب الوحيد في المجموعة القصصية دي هي الترجمة كان ممكن تكون أحسن من كده، هي لطيفة بس كان ممكن تكون أحسن. كذلك في 7 بيوت خالية الترجمة كان ممكن تكون أفضل، لأن أنا لما تعرفت على سامانثا شويبلين، أتمنى أكون بقول اسمها صح، كان في موقع كتب مملة، وكانت القصة هكتب لكم اسمها هنا عشان مش فاكراها قوي. القصة دي كانت جميلة جدا، لما قريتها في المجموعة دي ما كانتش بروعة لما قريتها في الموقع. فالمجموعة القصصية دي لو كانت بترجمة أفضل كانت هتبقى في حتة تانية الصراحة. نبالغ في تقدير الحب، ده أدب فرنسي وأنا مش قوي مع الأدب الفرنسي، ولكن الجميل في المجموعة دي إن هي يعني تصلح قراءتها في مصر وتصلح قراءتها في السعودية وفي الصين. هتلاقي إن الموضوع كأنها بتتكلم عن مجتمعنا عادي، مفيش مثلا خصوصية فرنسية، غير في قصة واحدة كانت بتتكلم عن واحدة مشهورة صاحبها اعتدى عليها ودخلت في غيبوبة وتوفت بعد كده، وإن القانون ما تعاملش معاه بإنصاف كافي إن ياخد حق الست دي. فهي دي كانت اللي هي الفرنسية فيها، يعني أنا دورت عن الست دي واللي حصل معاها، لكن غير كده القصص تصلح لأي بلد وأي مجتمع، وده اللي حببني فيها، وقد إيه كانت بتتكلم عن ناس أعرفهم، فمميزة جدا. حكايات السام، شوفوا آلاء حسنين أصلا شاعرة، ولكن لما قررت تكتب القصة القصيرة للأمانة كتبتها بنفس الشعر، يعني إيه، في حزن وفي حزن، لا حزن من الشمخ الجواني. يعني في قصة أنا اتكلمت عنها قبل كده في فيديو تتكلم قد إيه البنت دي حساسة وقد إيه بتلتقط كده الحزن وتقدر تتكلم عنه، ده شيء نادر جدا. ودي من الهيئة ب20 جنيه، فأظن يعني مفيش يعني إيه سعر كده، فأنصحكم إن انتوا تجربوه. 5 جرائد لم تقرأ لمجيد طوبيا. أراهن إذا حد عمل فيديو عن مجيد طوبيا قبل كده يعني، أو اتكلم عنه باستفاضة، لو حابين أتكلم عنه باستفاضة اكتبولي. مجيد طوبيا من الناس المتمردين جدا اللي كتب في الغرائبية والفانتازيا يعني، والحاجة تغيظ قوي إن هو واتكلم برضو عن حاجات اجتماعية اللي يغيظ إن محدش يتكلم عنه كفاية وما تقدرش كفاية. الرواية دي فيها فانتازيا وفيها غرائبية ورائعة جدا، أنا قريتها ممكن من 5 سنين وستيل في بعض القصص معلقة معايا. شذرات الرعب، عارفة إن هي مانجا بس برضو هي قصص قصيرة يعني، وبتسد وقت ما الواحد يكون عنده حبسة قراءة. هي أنقذتني للأمانة الشهر اللي فات، فأنصح بيها يعني. كتاب مأساة أن تكون جادا. القصص اللي في المجموعة دي طريفة، غريبة، عميقة، حزينة، جميلة جدا. للأسف محدش ادى المجموعة القصصية دي حقها للأسف يعني، فأنا أنصحكم بيها. أنا قريتها على أبجد من بتاع 4 سنين، لكنها جميلة جدا، اكتشفتها بمحض الصدفة، وللأسف محدش بيتكلم عن الكاتبة دي رغم إن هي معاصرة، وأسلوب هاجر سعود في الكتابة رائع. أنا عايزة أقرأ لها سفر لا معنى، ولكن أنا بدور عليه مش لاقياه، فاللي يلاقيه يبقى يقول لي موجود فين في مصر. طبعا أكيد اتكلمت عن نجيب محفوظ، يعني مثلا الحب فوق هضبة الهرم دي أفضل مجموعة قصصية هو عملها. شهر العسل غرائبيتها وفانتزيتها جميلة جدا، تجربة تستحق يعني إيه إن انتوا تخوضوها بقلب جامد، حتى لو ما فهمتوش كل حاجة. في حاجات تحتمل التأويل، وفي حاجات هتلاقوا في الجود ريدز الناس كاتبة مثلا تفسير قصة معينة، يعني هي خروج من منطقة الراحة لنجيب محفوظ ولينا إحنا كقراء. قولولي ايه المجموعات القصصية اللي عجبتكم وايه القصة يعني، وقولولي عن قصة معينة مثلا عجبتكم ولفت انتباهكم. عن نفسي آخر قصة قصيرة قريتها كانت لإيريك إيمانويل شميت في الكتاب ده، وكانت حزينة جدا. والجميل فيها حكاية ان انت لما تشوف حد غريب وتقعد تفكر القصة اللي ورا الشخص ده ايه اللي ممكن تكون، فجميلة.